أنا دكتور أرساني طلعت صابر، أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحات المناظير والأورام والسمنة بطب القصر العيني، دكتوراه الجراحة العامة طب القصر العيني القاهرة، وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. الجراحة العامة برانش كبير جدا. يمكن ناس كتيرة فاكرة ان دكتور الجراحة العامة بيعمل كل الجراحات، لكن دكتور الجراحة العامة هو دكتور جراحات البطن والجهاز الهضمي العلوي والجهاز المراري والقنوات المرارية والبنكرياس والكبد والأمعاء والقولون والشرج والمستقيم. وكمان دكتور الجراحة العامة بيقوم بإجراء جراحات الفتاء وجراحات الرقبة والغدد الصماء وجراحات الثدي. من اشهر التقنيات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في العمليات الجراحيه طبعا نمره واحد هي جراحات المناظير. اغلبيه الجراحات اللي احنا كنا زمان بنعملها بالجراحه التقليديه بقينا دلوقتي بنقدر نعملها من خلال المنظار الجراحي بفتحات صغيره ونفس الكفاءه وسرعه اكتر وفتره نقاهه اقل. كمان في عندنا من ضمن التقنيات الحديثه اللي بتستخدم في الجراحه العامه والمناظير هي اجهزه الكي زي الليجاشور والهارمونيك، وزي الدباسات الجراحيه اللي هي بتستخدم في جراحات الجهاز الهضمي والأمعاء والقولون. وفي كمان خيوط كتيرة جدا جراحية بنستخدمها، من أحدثها خيوط الفيلوك. الجراحات اللي بالمنظار هي نفس الجراحة التقليدية، ولكن تختلف ان الجراحات اللي بالمنظار احنا بنستخدم فتحات صغيرة علشان نوصل للبطن ونعمل بيها نفس الجراحة التقليدية. الجراحات اللي بالمناظير بتفيد المريض في كذا حاجة. نمرة واحد، فترة نقاهة أقل، آلام أقل، كمان المريض بيقدر يعاود شغله بسرعة. والحاجة الأهم بالنسبة لنا إن إحنا كدكاترة وكجراحين بيبقى عندنا فيجواليزيشن أكبر، وكمان بنقدر نوصل لتفاصيل أدق من خلال المنظار الجراحي زي عملية المرارة. اوقات بنلجأ للعمليات التقليدية مش بالمنظار في بعض الحالات، بس دي بقت حالات قليلة وابتدت تقل كمان اكتر من الاول. زي مثلا لو في فتاء معقد او فتاء ضخم بجدار البطن، ده غالبا بيحتاج ان احنا نتدخل فيه جراحيا. لو في بعض الاورام اللي بيبقى فيها صعوبة ان احنا نشيلها بالمنظار الجراحي بنلجأ لاستئصال الورم بالجراحة التقليدية. زائد طبعا جراحات الثدي بالجراحة التقليدية، جراحات الغدد الصماء زي الغدة الدرقية والجرثرقية والغدد النكفية، وكل جراحات الرقبة. كل هذه الجراحات بتتم بالجراحة التقليدية. وكمان جراحات الشرج والمستقيم أغلبيتها بتبقى جراحة تقليدية مع دخول تقنية الليزر الدايودي حديثا. في عوامل كتيرة بتأثر على نجاح الجراحة سواء التقليدية أو بالمنظار. نمرة واحد، الدكتور نفسه اللي شغال. نمرة اتنين، المساعدين والطاقم الطبي المعاون زي دكتور التخدير والتمريض والمتابعة الطبية اللي بعد العملية. نمرة تلاتة وده مهم جدا، هي المنظومة اللي بيشتغل فيها الدكتور، يعني المستشفى اللي بيشتغل فيها العملية بتاعته، من حيث التجهيزات الطبية جوه أوضة العمليات، التجهيزات الفندقية والتمريضية في غرف الإقامة، من حيث وجود الخدمات المعاونة زي أجهزة الأشعة، أجهزة المناظير، أجهزة بنك الدم والتحاليل. كل المنظومة دي بتساعد على أن المريض جراحته تنجح. فترة النقاهة اللي بعد العملية والتعافي بتبدأ من أول ما المريض بيخرج من أوضة العمليات. في فترة المريض بيقضيها في المستشفى، ودي غالبا بتبقى فترة صغيرة، لأن دلوقتي أغلبية الجراحات اللي احنا بنقوم بيها بتعتمد على بروتوكول الفاست تراك سيرجري، بمعنى أن المريض بنقلل احتياجه للمخدرات الطبية، بنقلل أي أساطر أو درانق بيتم تركيبها للمريض في العملية، وبيتم بدء التغذية الفموية سواء بالسوائل أو بالأكل في أسرع ما يمكن. ده بيقلل فترة النقاهة اللي جوه المستشفى. فترة النقاهة اللي بعد المستشفى دي بتعتمد أساسا على نوع العملية، طريقة إجراء العملية إذا كانت تقليدية أو بالمنظار، طبعا بالمنظار أسرع، زائد عدة نصايح إحنا بننصح بيها المريض بنساعده على إنه تبقى فترة النقاهة بتاعته أسهل ما تكون وأسرع ما يمكن. جراحات الجهاز الهضمي هي كل ما يتعلق بجراحات الجهاز الهضمي من أول الفم لغاية الشرج. الجهاز الهضمي بينقسم إلى 3 أماكن كبار. نمرة واحد اللي هو الجهاز الهضمي العلوي اللي هو بيتكون من المريء والمعدة، وكل الجراحات المختصة بيهم سواء التقليدية أو عن طريق المنظار.
الجزء التاني هو الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والمرارة، وده جهاز مستقل بذاته. نمرة 3 الجهاز الهضمي السفلي اللي هو بيتكون من الأمعاء الدقيقة، القولون أو الأمعاء الغليظة مع المستقيم والشرج. كل الجراحات اللي بيتم إجراءها من أول الفم لغاية فتحة الشرج تندرج ضمن جراحات الجهاز الهضمي. جراحات الجهاز الهضمي بتتم عن طريق الجراحة التقليدية أو عن طريق المنظار، بتبقى لأمراض الجهاز الهضمي والأورام الجهاز الهضمي، زائد طبعا جراحات كتيرة شائعة بس يمكن احنا ما نعرفش ان هي تبع الجهاز الهضمي، زائد جراحات كتيرة شائعة احنا بندرجها طبيا من ضمن جراحات الجهاز الهضمي، زي جراحات الزايدة، المرارة، جراحات الفتاء المختلفة. جراحات الغدد الصماء هي الجراحات المنوط بها التعامل مع الغدد الصماء، زي في الرقبة الغدة الدرقية طبعا أشهرهم، الغدد الجاردرقية، الغدد النكفية، والغدد الليمفاوية. في البطن بيجي عندنا نوعين من الغدد، الغدة القذرية أو الفوق الكلوية الجاركلوية، أو البنكرياس يعتبر برضو من ضمن جراحات الغدد الصماء والجهاز الهضمي. جراحات الثدي اللي احنا بنقوم بيها هي جراحات أورام الثدي وأمراض الثدي، بنقوم بيها بالتعاون مع شركائنا من جراحة التجميل، علشان في أوقات كتيرة بيبقى متطلب عندنا إن المريضة تحافظ على شكل الثدي بتاعها وحجمه مع إزالة الورم في حدود أمان، علشان المريضة تقدر توصل إن هي تحافظ على حجم وشكل الثدي مع استئصال الورم بحدود أمان. عيادات داوي عندنا ليها كذا ميزة. أول ميزة انتشارها الواسع على مستوى الجمهورية. نمرة 2 إن هي بتخدم قطاع كبير من المرضى، سواء الغير متعاقدين مع الهيئات التأمينية أو المتعاقدين مع الهيئات التأمينية المختلفة من نقابات أو شركات تأمين. نمرة 3 ودي أحد أقوى مميزات عيادات داوي دلوقتي في تعاقدها مع مستشفيات على أعلى مستوى من الخدمة الطبية والفندقية، عشان كده بيقدر المريض والدكتور بيوصلوا للخدمة الطبية المميزة عن طريق مستشفيات متعددة وشبكة خدمة طبية كبيرة.